مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار على نيكست نيوز، حيث نوافيكم بآخر المستجدات والأحداث لحظة بلحظة بكل دقة وموضوعية. إليكم التفاصيل. المعجزة الرياضية المغربية. كيف أصبح ملعب مولاي عبد الله رمزاً للتفوق الإفريقي والاعتزاز الوطني؟ في قلب الرباط يقف صرح معماري شاهق كشاهد على طموح المغرب وإمكانياته الهندسية وفخره الثقافي. مجمع مولاي عبد الله الرياضي الذي جدد ووسع مؤخراً لم يعد مجرد ملعب لكرة القدم، لقد أصبح رمزاً لتزايد نفوذ المغرب في الساحة الرياضية العالمية وانعكاساً لالتزام البلاد بالتفوق. لقد حظيت عملية تحويل الملعب باهتمام دولي، لا سيما من وسائل الإعلام في منطقة الخليج، حيث وصفه مذيع إماراتي بأنه تحفة عالمية تتجاوز أي مقارنة مع المنشآت الإفريقية وتنافس الملاعب العالمية. يغوص هذا التقرير في دلالة هذا الإنجاز، مستكشفاً الآثار التقنية والثقافية والجيوسياسية لأحدث جوهرة رياضية في المغرب. إنجاز هندسي قياسي. أحد الجوانب الأكثر إثارة في تجديد ملعب مولاي عبد الله هو الجدول الزمني. اكتمل المشروع في 14 شهراً فقط، مما يمثل معجزة هندسية ولوجستية. كما قال الصحفي الإماراتي بشدة: هذا الصرح العملاق تم هدمه وإعادة بناؤه في 14 شهراً. إنها معجزة، لم أسمع أبداً عن شيء كهذا. إن سرعة البناء مقترنة بتعقيد تحديث منشأة لتلبية المعايير الدولية هي أمر غير مسبوق في المنطقة. وما يجعل هذا الإنجاز أكثر بروزاً هو أنه تم إنجازه primarily من قبل شركات وعمال مغاربة دون الاعتماد على الخبرة الأجنبية. كما أشار المراسل: الذين بنوا هذا الملعب هم مغاربة، لم يستقدموا أناساً من الخارج للقيام بهذا العمل. هذا الإنجاز ليس مجرد مسألة فخر وطني فحسب، بل هو أيضاً برهاناً على القدرات المتزايدة للمغرب في مشاريع البنية التحتية الضخمة. لقد استثمر البلاد بكثافة في قطاعات البناء والهندسة على مدى العقدين الماضيين، ومشروع الملعب يمثل ذروة هذه الجهود. من الهدم الأولي إلى اللمسات الأخيرة تم تنفيذ كل مرحلة بدقة، مما يؤكد قدرة المغرب على المنافسة على الساحة العالمية. ملعب يليق بالمقارنات العالمية. تجاوزت التغطية الإعلامية الإماراتية الإشادة بسرعة بناء الملعب، حيث وضعت مجمع مولاي عبد الله صراحة كمرفق من الطراز العالمي. ادعى المذيع بجرأة أن مقارنة الملعب بالملاعب الإفريقية يجب أن تكون غير عادلة، قائلاً: أي شخص يقارن هذا الملعب بغيره في إفريقيا يجب أن يكون مجنوناً. أقسم لكم هذا الملعب ينتمي إلى نفس فئة أفضل الملاعب في العالم. تسلط مثل هذه التصريحات على الضوء على تحول في التصور، حيث غالباً ما يتم التقليل من قيمة البنية التحتية الإفريقية أو تجاهلها unfairly. يتحدى هذا المشروع النمطيات ويحدد معياراً جديداً. يتضمن تصميم الملعب ميزات حديثة متقدمة، فيما أن نظام الإضاءة الليلية للمنشأة حظي بإعجاب خاص، حيث وصفها المذيع الإماراتي بأنها لا تقارن بأي شيء في إفريقيا. تستطيع المنشأة استيعاب ما يصل إلى 70,000 متفرج، مما يجعلها واحدة من أكبر وأكثر الملاعب الحداثة في القارة. يمزج عمرانها بين العناصر المغربية التقليدية والجماليات المعاصرة، مما يخلق مساحة آنداً وظيفية وذات صلة ثقافية. العنصر البشري، تكريم العمال. كان موضوعاً متكرراً في التقرير الإماراتي هو أهمية الاعتراف بالعمال المغاربة الذين جعلوا هذا الإنجاز ممكناً. أكد المذيع repeatedly أن نجاح الملعب كان بفضل مهارة وتفاني والعمل الجاد للعمال والمهندسين ومديرين مشاريع المحليين. يستحق العمال أن يتم تكريمهم. أصر قائلاً: لقد أكملوا هذا الملعب في 1.5 عام، يجب الاحتفاء بهم. هذا التركيز على العنصر البشري مهم في عصر where ترتبط المشاريع الضخمة often بالمصالح الشركاتية أو الاستثمار الأجنبي. يبرز ملعب مولاي عبد الله كرمز للجهد الوطني. إنه يظهر ما يمكن للمغاربة تحقيقه عندما تتاح لهم الفرصة والموارد للتفوق. دور العمال في هذا المشروع هو سردية قوية للتمكين والفخر الوطني.
تعزز الفكرة أن تقدم المغرب يقاده شعبه. الأهمية الجيوسياسية والثقافية. تجديد الملعب لا يتعلق فقط بالرياضة، إنها أيضاً خطوة استراتيجية لتعزيز النفوذ الناعم والتأثير الجيوسياسي للمغرب. لقد وضعت البلاد نفسها كمركز للأحداث الدولية including كأس الأمم الأفريقية القادم and potentially مباريات كأس العالم في المستقبل. من خلال الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى، يرسل المغرب رسالة واضحة إنه مستضيف ready لاستضافة الأحداث العالمية والمنافسة مع الدول المسيطرة تقليدياً في العالم الرياضي. التصوير الإيجابي لمنجزات المغرب في وسائل الإعلام الإماراتية هو شهادة على هذه التحالفات المتزايدة، كما أنه يخدم as a counter narrative للتصوير often السلبي لأفريقيا في الإعلام العالمي، تسليط الضوء على إمكانية القارة للتفوق. عصر جديد للرياضة المغربية. ملعب مولاي عبد الله هو أكثر من مجرد منشأة، إنه حافز لمستقبل الرياضة المغربية. ستستضيف المنشأة أحداثاً كبرى including مباريات لمنتخب المغرب الوطني لكرة القدم، البطولات الدولية والأحداث الثقافية. من المتوقع أن يلهم وجوده جيلاً جديداً من الرياضيين والمشجعين، تعزيز ارتباط أعمق بين الجمهور وعالم الرياضة. علاوة على ذلك، يعد نجاح الملعب جزءاً من نمط أوسع للاستثمار في البنية التحتية الرياضية عبر المغرب، من الملعب الكبير للدار البيضاء إلى الملاعب المجددة في مراكش وفاس. تبني البلاد شبكة من المرافق العالمية التي يمكن أن تستوعب الأحداث الدولية. هذا الالتزام بالرياضة يتماشى مع رؤية المغرب 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية، النمو الاقتصادي والوحدة الوطنية through الإنجاز الرياضي. التحديات والفرص. على الرغم من الاحتفاء، فإن رحلة الملعب ليست without challenges. حفاظ على منشأة بهذا الحجم يتطلب موارد كبيرة، وضمان استدامته على المدى الطويل سيكون crucial. علاوة على ذلك، الضغط لتقديم أحداث ناجحة مثل كأس الأمم الأفريقية القادم سيختبر كقدرات المغرب التنظيمية. هناك تحديات تمثل أيضاً فرصاً. يمكن أن يخدم الملعب كنموذج للدول الأفريقية الأخرى التي تسعى لتطوير بنيتها التحتية. من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كقعيد في إدارة الرياضة والبناء داخل القارة. أشاد الصحفي الإماراتي بهذه الإمكانية، ملاحظاً أن الملعب يحدد معياراً جديداً لما هو ممكن في أفريقيا. خاتمة. رمز للفخر الوطني. ملعب مولاي عبد الله هو أكثر من مجرد مبنى، إنه رمز لطموح المغرب وقدرته وفخره. إن بناءه السريع وتصميمه العالمي المستوى والجهد الوطني وراءه يمثلون فصلاً جديداً في تطور البلاد. الإشادة المتوهجة من الوسائل الإماراتية هي شهادة على السمعة المتزايدة للمغرب على الساحة العالمية. بينما يستعد الملعب لاستضافة أول أحداثه الكبرى، يقف كمنارة لما يمكن تحقيقه عندما تلتقي الرؤية، العمل الجاد والوحدة الوطنية. بالنسبة للمغاربة فهو مصدر فخر هائل، بالنسبة للعالم فهو تذكير بأن التفوق لا يعرف حدوداً، وأن أفريقيا قادرة على العظمة. على حد قول المذيع الإماراتي، إن هذا الملعب تحفة عالمية، وبالنسبة للمغرب فإنها مجرد البداية. ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكراً لكم على حسن المتابعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.